السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص قرب العيد، هنعمل بقى كده ايه روايح العيد، الكحك والبسكوت. النهاردة هنعمل كحك العيد الدايب دوب بطريقة سهلة وبسيطة هتشرفك كده قدام حبايبك واولادك وجيرانك كمان. هنعمل كحك العيد بكل تركاته وحركاته بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمله النهاردة على السخن مش على البارد، عشان يعيش معاكي اطول مدة ممكن. يلا بينا كده نخش الفيديو ونشوف عملناه ازاي. معايا بقى الطلبات الكحك. الكحك طلباته معروفة في كل الدنيا، معروف بالسمنة واللبن والخميرة. يعني حاجة دي معروفة، يعني مفيش حاجات بتضيفي ولا كده. هم معايا 4 كيلو من الدقيق، عليهم 2 كيلو من السمنة عشان يكون مظبوط معاكي مظبوط. لو انت عايزاه ناعم، لكل كيلو دقيق 600 جرام، يعني نص كيلو و100 جرام من السمنة، يعني عشان يبقى ناعم شوية. لكن لو هتعمليه مظبوط، المظبوط ان هو ياخد نص كيلو. لو هتعمليه خشن بقى، هتقللي مثلا كيلو وربع من الدقيق عليه نص كيلو من السمنة. ده مقدار الكيلو الدقيق مع السمنة. تمام كده. معايا 4 كيلو دقيق، عليهم 2 كيلو من السمنة، عليهم 2 كيلو من اللبن. هو 2 كيلو من اللبن 2 الا ربع بصراحة، هم دول 2، انا هاخد منهم كوباية. ومعايا كوبايه من السكر. يعني احنا زي معلش برضو الكيلو الدقيق ليه كوبايه ونص او كوبايتين من اللبن او ميه، لو حابه تستبدلي اللبن بميه براحتك. وكل كيلو من الدقيق معلقتين من السكر. انا حاطه 4 كيلو دقيق، حاطه عليهم كوبايه سكر ومعلقتين من الخميره. انا بحب اعمل الكحك بالخميره الفوريه. وهعمل بباكو واحد بس، ظرف واحد من البيكنج باودر، لان طبعا مش هشتغل على طول. لو انت هتشتغل على طول هتحطي باكوين من البيكنج باودر مع معلقتين الخميره برضو. وما تخافيش، مش هيفرش منك ولا حاجه. ومعايا ريحه الكحك، ومعايا ريحه الموز وريحه جوز الهند، ديت ريحه الكحك جايباها من عند العطار. ودي برضو ازازه ريحه الموز، هو اداني برضو ريحه الموز. وديت كده ريحة جوزة الهند. حابة تستبعديها برضو براحتك، لو مش حابة تحطيها براحتك. هو الكحك ما بيحبش الروايح الكتير عامة. ومعايا السمسم. يبقى ومعايا كيلو، ده 2 كيلو من الملبن، بس انا بصراحة هشيل منهم طبعا للاكل. انا هاخد بس كده تقريبا كيلو ونص. كيلو ونص من الملبن، لان هعمل فيه ملبن محشي، وفيه هعمل مش محشي. تمام كده. يبقى 4 كيلو من الدقيق، عليهم 2 كيلو من السمنه، عليهم 2 كيلو من اللبن، عليهم ظرف من البيكنج باودر، عليهم معلقتين من الخميره، عليهم كوبايه من السكر. لو حابه تعملي نص ال 2 كيلو من الدقيق يبقى نص الكميه. هولع على السمنه بتاعتي، السمنه بتاعتي كريستال، انت زي ما تحبي تعملي، رواب، كريستال، قوت القلوب، سمنه بلدي، زبده، اللي يريحك. بس انا برجح السمنه عن السمنه البلدي. السمنه البلدي بتدي ريحه يعني بعد فتره كده للكحك مش حلوه. هنفض هنا بقى على ما السمنه بتاعتي ما تتقدح كده وتسخن حلو. هجيب الملبن بتاعي كده. ولما تيجي التركايه ديت لازم تعمليها، لما تيجي تعملي الملبن بتاعك اوعي تضيفي النشا او السكر اللي هو فيه ده. اوعي، هينشف معاكي الكحكايه وهيبقى الملبن من جوه عامل زي الاستك كده. تنضفيه خالص من النشا اللي فيه، عشان النشا ديت بتنشف عامه، هي كده كده بتنشف، فمش لازم ان انت تنشفيه كمان. تمام. باضافه ان انت تضيفي له النشا او السكر البودره اللي محطوط ده. احنا عايزين الملبن فقط لا غير. وهحط عليه معلقتين من السمنه، من نفس السمنه اللي انت معبراها. اوعي تغلطي وتحطي سمنه تانية، لا، هي نفس معيار السمنه اللي انت عامله لك كحك، عشان يبقى كله المقدار واحد. لو انت بقى حابه زي ما قلت لك الكحك يبقى ناعم، ممكن تضيفي سمنه زياده غير اللي انت وزناها للكحك. انا حطيت زي ما انتم شايفين كده كبشه بس كده من السمنه، بس علشان ايه؟ اعرف اعجن الكحك الملبن معايا ما يشبطش كده. عايزاه يبقى ما يلزقش ويبقى سهل معايا، وانا ايه ببلبله على طول كده عشان يبقى جاهز معايا. هحط بقى ايه شويه من السمسم. على فكره انا بحط السمسم عادي بدون ان انا احمصه، هو كده كده بيدخل الفرن بيتحمص في الفرن عشان ما يتحرقش معاكي. حتى كمان بحطه على الكحك كده، يعني مش بس الملبن. عايزه تطلعي منه الرطوبه، انا بطلع منه الرطوبه عادي خالص. عايزه تطلعي منه الرطوبه براحتك، يعني تحطيه في معلقه سمنه سخنه بس مش تحمصيه، وتقومي منزله بيه على الملبن زي ما هنعمل دلوقتي في الكحك.
أهو زي ما أنتم شايفين عملت الملبن معايا. عايزة بقى يعني كل ما تيجي مثلًا إيه تقطّعي الكحكاية معاكِ، تقومي قاطعة حتة الملبنية وتحشي براحتك أنتِ. بس أنا بصراحة اختصارًا للوقت هاقعد كده، أنا باحب الكحك كبير بصراحة مش صغير أوي، فهاحط إيه، هاقطع كده الملبناية على قد ما أنا هاعمل الكحكاية. دي حاجة ترجع لِك أنتِ بقى، حابة تضيفي هنا زبيب، حابة تضيفي عين الجمل، حابة تضيفي أي مكسرات، حابة تضيفي اللي أنتِ تضيفيه على الملبن علشان الحشو في الكحك، دي حاجة ترجع لِك أنتِ. حابة تعمليه بالعجوة، الحشو بتاع الكحك ده يرجع ليكِ أنتِ وعلى حسب الأكل. أنا عندي أولادي بصراحة بيحبوا ياكلوا بالملبن بس، وعندي ابني كمان بيحبه من غير الملبن، يعني بيحبه سادة كده. هاجيب بقى اللبن بتاعي كان سخن، أنا حطيته في الطبق كده مكان ما خلّصت الملبن، هانزل كان حاولت طبعًا إن أنا أبرّده عشان ما يبقاش سخن، أنا عايزاه ساقع خالص. نزلت كده بمعلقتين من اللبن على الخميرة، وكان عليها معلقة من السكر علشان يخمروا معايا. طبعًا لو أنتِ عارفة إن الخميرة بتاعتِك نشطة وحلوة، ممكن ما تختبرهاش، بس أنا باختبرها برضه، أنا عارفة إن هي نشطة بس برضه باختبرها. هاحط السكر كده في اللبن علشان يدوب، والروايح كمان هاحط كل حاجة في اللبن. وهاجيب هنا على الدقيق رشة كده من الملح، عشان الملح سُنّة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعايزة أقول لكم على فكرة تركاية برضه في الدقيق، الدقيق ده 3 كيلو فينو وكيلو علامة من الغلة اللي أنا طحناها، يعني ما هوّاش علامة صافي ولا هو فينو صافي لأ. وممكن يبقى 2 فينو و2 علامة، يعني عشان تبقى الكحكاية برضه معاكِ حلوة كده ومضبوطة. هنا بقى السمنة سُخنت جامد، حابة تختبريها إزاي تشوفيها سُخنت والّا لأ، بانزل بكبشة كده أو معلقة كبيرة على الدقيق، ولمّا أحس بفوران الدقيق أنزل بقى بالسمنة. كمان لمّا بتبقى السمنة سخنة بتدّي كمان تركاية حلوة أوي معاكِ في الدقيق، بتطلّع الرطوبة اللي في الدقيق أثناء العجن، يعني بتدّي بصراحة كده. وحاجة كده إحنا طلعنا طول عمرنا أجدادنا وأمهاتنا بيعملوا الكحك على السُخن، ما حدّش عمله على البارد. على البارد ده لسه بيتعمل كده من سنتين 3، لكن من 30، 40، 50 سنة كانوا بيعملوا الكحك في الطشاط بتاع زمان ديّة على السُخن، يسخّنوا السمنة جامد وينزلوا بيها كده على الدقيق، وبالمقصوصة بالمعلقة بقى وتقلّبي كده ما تعمليش بإيديكِ طبعًا، بيبقى السمنة سخنة نار عشان إيديكِ ما تتلسعش يعني، تبقي تحازري برضه بالمعلقة كده، بيبقى تقيل شوية بس أنتِ يعني إيه، ساعة ما بتقلّبي كده وكل الدقيق يتشرّب السمنة، بتعملي بإيديكِ بقى هو بيبقى سخن شوية، بس بتعملي بقى بإيديكِ خصوصًا إن النهارده أو السنة دي بمعنى أصح الجو برد، فبيبرد معاكِ العجين بسرعة. في الصيف بيختلف، بتركني العجينة كده شوية تبرد، دلوقتي العجينة وأنتِ بتفرفري فيه كده بتبسّيه، بتحسّي إن الدقيق بيبرد معاكِ، لإن الجو برد حواليكِ. زي ما أنتم شايفين كده باحاول أبِث كل الدقيق بالسمنة اللي أنا حطيتها، زي ما قُلت لكم 4 كيلو من الدقيق عليهم 2 كيلو من السمنة. عليهم 2 كيلو من السمنة. ده هنا السمسم أنا باخد كده على حسب كمية السمسم اللي أنتِ حابة تحطيها. سِبت شوية سمنة سخنين كده في الحلة، نفس السمنة اللي أنا معبّراها، مش سمنة تانية ولا حاجة خالص. حطيت معلقتين السمسم كده علشان إيه، يطلّع بس الرطوبة اللي فيه مش أكتر، وأقوم ضايفاها كده على الكحك بتاعي، كده. زي ما قُلت لِك بقى المقادير ديّة لو أنتِ حابة تعملي كيلو، هيبقى نُص كيلو من السمنة، عليه كوبايتين من اللبن، عليه نُص معلقة من الخميرة، عليه معلقة من البيكنج باودر، عليها اللهم صل على سيدنا محمد. ريحة الكحك هتحطّي بقى حاجات بسيطة، لإن أنتِ بتبقي جايبة الإزازة لكمية، أي كمية هو بيدّيها لِك الإزازة بتكفّي. هتحطّي حاجة بسيطة يعني. هو عامةً الكحك ما بيحتاجش روايح كتير، البسكوت هو اللي بيبقى يتحط له الروايح مش الكحك. وهافرِك بقى كده زي ما أنتم شايفين على إيديّا كده، علشان هو طبعًا اتشرّب كل السمنة، بس أنا باطلّع يعني إيه، زي ما قُلت لكم هو سُخن شوية، لو أنا حطّيت اللبن وهو سُخن أوي كده، يبقى أنا كده هابوّظ الخميرة. شايفين الخميرة بتاعتي عملت قد إيه في الكوباية، نفشت خالص. والأسمر اللي على اللبن ده عايزة أقول لكم إن أنا وأنا باعجن نسيت خالص، يعني آسفة، نسيت أحُط ريحة الكحك اللي هي في الإزازة لإنّها بودرة، نسيت أحطها على الدقيق، هي بتتحط على الدقيق. فلأ أنا لمّا نسيت بصراحة قُمت حاطاها على اللبن، ضفتها على اللبن. مش هيجرى حاجة في اللبن أو في الدقيق، هو كلّه كده هيتعجن، يعني أنتِ لمّا بتروحي المصنع بيحطّوا كلّه على بعضه وبيعجن.
فهي عادي تحطها كده أو كده عادي، بس هي الأصح إن أنتِ تحطها على الدقيق. بانزل بقى كده باللبن على العجين بتاعي، ما تقوليش بقى إن هو هيبقى مَيّة، لأ خالص، الدقيق هيشرب كل السوايل ولسه هنضيف بقية السوايل كمان. لإن طبعًا الدقيق متبسّس بالسمنة، فبالتالي لسه عطشان ياخد سوايل، السمنة حاجة واللبن حاجة. زي ما قُلت لِك لو حابة تستبدلي اللبن وتعمليه بمَيّة براحتك، بس بصراحة أنا اتعودت إن أنا أعمله باللبن، ما اتعودتش إن أنا أعمله بمَيّة خالص. فبصراحة في كتير ناس بتعمله بالمَيّة وبيبقى حلو برضه، بس يعني إيه المَيّة دي لو هيغيب عندِك مثلًا قيمة شهر، شهر ونُص، شهرين، لكن إحنا بنعمل حاجات بسيطة يعني بكتيره. إحنا بنعمل قبل العيد ب15 يوم ويكفّينا بعد العيد كمان 10، 15 يوم بالكتير، يعني كمان ما بيجيبش ال10، 15 يوم. أنا ضِفت كل السوايل زي ما أنتم شايفين، والعجينة زي ما أنتم شايفين شربت كل السوايل إزاي، ومش هتعوز، هي مش ليّنة. أنا بس هالِت فيه شوية كده، ما حدّش يقول إن الكحك ما بيتلتّش، الكحك بيتلَّت يا جماعة الخير. الكحك ما هو إلا عجن ولَّت. بافضل ألِت فيه زي ما أنتم شايفين كده، لغاية ما أحس إن الكحك يعني إيه، الكحك بقى معايا عجينة ناعمة وحلوة. آخُد بقى كده كوراية صغيّرة كده أبلبلها كده في إيديّا، وأشوف هي لو شقّقت معايا تبقى الكحكاية لسه محتاجة شوية لبن. لو أنتِ مثلًا بتعجني وحسيتِ إن الكحكاية معاكِ شقّقت وخلّصتِ كل السوائل، بتضيفي مثلًا إيه، معاكِ ربع كوباية مَيّة. احتاجتِ الربع كوباية وحطيتِ ربع كوباية ولقيتيها كويسة، خلاص. لقيتيها مش كويسة أحط الربع التاني، ما تضيفيش النُص مرّة واحدة، لا تُقلل معاكِ وبالتالي تحتاجي إن أنتِ تحطّي دقيق، يبقى غلط كبير أنتِ وقعتِ فيه. ضيفي السوايل بالراحة، واحدة، واحدة. هنا أنا نقشت الكحكاية زي ما أنتم شايفين، والمنقاش مش بينتِّش ولا حاجة، بسم الله ما شاء الله. حتى التصوير كان ظالمها. على فكرة مش عارفة التصوير كان جاي أبيض، الكحك معايا كان مصفِر والعجينة صفرا وحلوة، ما أعرفش ليه الإضاءة أو التليفون، لكن النقش والكحك كان شكله أحلى من التصوير بكتير، بكتير كمان. هنا بقى باقطع الكحكاية زي ما قُلت لِك، أنتِ بتحبيه كبير، بتحبيه صغير، بصراحة أنا باحب الكحكاية تكون كبيرة. يعني أنا عملت برضه شوية كده وشوية كده، شوية كبير وشوية صغير على حسب ما أنتِ بتحبي. وتعملي يعني إيه، زي حُفرة كده في العجينة، وتحطي الملبنية بتاعتِك، وما تبُطّيش بقى الكحكاية، على طول كده تنقشي على طول. لإن ساعة ما بيخش الفرن الكحك بيفرش شوية، فبالتالي أنتِ لو بطّطتِ الكحك ودخل الفرن هيقلب معاكِ بقُرَص، مش هيبقى كحك، هيبقى قُرَص. فبالتالي أنتِ لازمًا يعني إيه، انقشي الكحكاية وهي زي ما هي. حطيتِ الملبناية ودوّرتيها كده كوّرتيها على إيديكِ، وحطّيها على الطبلية لمّا بنتِك بقى أو حد، أنا طبعًا بصراحة بنتي كانت بتنقش معايا، يعني هي اللي نقشت الكحك كُلّه. أنا بس باورّيكِ إن الكحك معايا مضبوط، مش بينتّش في المنقاش. والنقشة زي ما تختاري بقى، أنتِ بتحبي تنقشي بقى إيه، أي نقشة تعجبِك. أنا بصراحة بقى بدأت إن أنا أحُط ملبن كده، وبنتي تقطّع لي كمان عجينة، وبنتي هدى كانت بتنقش، ونورهان كانت بتقطّع العجينة، وأنا كنت باحشي الملبن. عايزة أقول لكم ال4 كيلو، إحنا ال3 كده بدأنا الساعة 14:00، خلّصنا الساعة 17:00. أخَد معانا 3 ساعات، يعني زي ما قُلت لِك، يعني واحدة نقشت الكحك كُلّه، واحدة قطّعته الكحك كُلّه، وأنا حشيت الكحك كُلّه بإيد لوحدِك كده. طبعًا لمّا بتبقوا مجموعة يعني مجموعة ما بياخدش وقت معاكِ. بتلفّيها على إيدِك زي ما أنتِ شايفة كده، علشان تدّي معاكِ ملمس ناعم للكحكاية. وبالتالي بقى إيه، زي ما قُلت لِك النقشة اللي تريّحِك بتنقشيها. ده كحك بصراحة أجدادنا وأمهاتنا، كحك بطريقة سهلة وبسيطة، ولازمًا تعملي بقى الكحك في البيت. عارفة الكمية، الكمية اللي أنا عملتها دي اشتريتها من الفران أو المحلات، كان تعدّي ال1000 يعني فاهمة. لكن كل الموضوع ما كلّفنيش حاجة غير ال2 كيلو لبن وال2 كيلو سمنة والفينو، يعني لو جيتِ تحسبيها ربع التكاليف اللي أنا كنت هاشتريه كحك من جاهز.
ال4 كيلو عامل لي ال4 صواني والصينية الصغيرة اللي فوق دي. ليه؟ لإن أنا الكيلو بيعمل صينية، لإن أنا مفرّدة شوية، لإن الكحك زي ما قُلت لازمًا تكوني حاطة مفرّدة سايبة مسافة بين كل كحكة وكحكة. دي ولعت الفرن بعد ما سخّنت الفرن برضه على الهادي مش على السخن، يعني ما تعلّيش وتشعللي. سخّنت الفرن على هادي كده قيمة تِلت ساعة، أكتر من ربع ساعة كنت مولّعاه على الهادي، وهبّطت النار كده زي ما أنتم شايفين من فوق ومن تحت. واسيبه بقى، يعني الصينية الأولانية ديّة أخدت معايا ساعة إلا ربع في الفرن، وطلعت كده زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله. ده الكحك الكبير، أنا بصراحة باحبه كده. يعني حد يقول لي: إيه الكحك ده كبير أوي؟ أنا باحب الكحكاية كبيرة كده. شايفين الكحك طايب ومستوي بسم الله ما شاء الله، ما فيش ملبناية طالعة من الكحكاية. ما فيش عندي كحكة طلعت كده ملبن وخلّت الصينية كلّها متعاصة وزهقتني. عايزة أقول لكم إن الصواني يا دوبك كانت تتمسح كده بالمناديل. ودي كانت الصينية التانية كمان. دي تاني صينية أنا كنت مطلّعاها. يعني بدأت أورّيكم الصواني، شايفين الكحك بسم الله ما شاء الله، طيابه زي الفل وحشوه كمان زي الفل. والملبن لمّا بيبقى حلو بصراحة بيساعدِك إن الكحكاية معاكِ تكون إيه، ما بتطلعش كده وتبُظ كده من الكحكاية. طبعًا في الجنب اللي أنا عاملاه في جنب شوية صغيرين دُولة كحك سادة مش محشي زي ابني بيحبه سادة. والكحك اللي في الناحية التانية ده اللي محشي. شايفين كل الكحك بسم الله ما شاء الله، طيابه مِيَّة، مِيَّة ناعم. مش ناعم أوي مضبوط لإن حاطة نُص كيلو، والكحك طايب ومستوي والملبن سايح جواه كمان. ده كان فيديو النهارده، يا رب كده تكونوا استفدتوا واتبسطتوا واتسليتم، وقدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. كل سنة وأنتم طيبين وألف صحة وسلامة علينا جميعًا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.